الممبار المصري بخلطة تعشقوها، واللي بتتقدم دلوقتي على إنها appetizers أو يعني مقبلات بتتقدم جنب الأكل بكميات كده صغيرة. لكن احنا النهاردة على طعمها ايه قررنا نزعل. يلا بينا نبدأ. في البداية كده هنجيب معلقة من السمنة البلدي كبيرة. أول ما تسخن على النار هنضيف لها معلقتين كبار من الصلصة، وبعدين هنضيف 4 كوبايات من عصير الطماطم الفريش بالشكل ده. وكمان هنضيف 5 معالق كمون، ومعلقة من فلفل أسمر صغيرة، ومعلقة ملح. وهنسيبها على نار هادية تتسبك لحد ما توصل للمرحلة دي بالظبط. هنجهز بقى الخلطة بتاعت حشوة الممبار بتاعتنا. كيلو رز مغسول أبيض، و2 حزبة من الشبت، وحزمتين كمان من البقدونس، وحزمتين من الكزبرة الخضراء، و4 بصلات مفرومين كبار، و5 فصوص من الثوم الفريش المفروم. هنخلط كل المكونات دي على بعض بالشكل ده، وبعدين هنضيف الصلصة اللي عملناها وسبكناها مع بعض، وهنقلب كل ده كويس. توابل الخلطة بتاعتنا: معلقة بابريكا، ومعلقة من الجنزبيل، ومعلقة من البصل البودر والثوم البودر، ومعلقة قرفة مطحونة، ورشة من الحبهان، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة ملح، ونص كوباية من الزيت. هنبدأ نحشي الممبار بتاعنا الحشوة العادية اللي كلنا عارفينها. لكن أهم حاجة إنها ما تتعباش رز كتير عشان ما تفرقعش مننا، عايزينها تكون بالشكل ده بالظبط. هنحشيها بالرز، وبعدين هنوزع الرز بإيدينا ونبططها كده تطلع بالشكل ده، ونحطها في قلب الحلة بالمنظر ده. مع بعض كمان واحدة دلوقتي للتوضيح عشان نشوف كمية الرز اللي هنحتاجها بالظبط، ولأن دي كمان خطوة مهمة جدا لنجاح الممبار بتاعنا، علشان لو حطينا رز كتير أو حشيناه بكمية رز كبيرة هيفرقع مننا. وعلشان نعمل الممبار البوبس الصغير اللي بناكله بالشوكة ده، هنحشي واحدة كبيرة قوي، وهنربطها بالخيط بشكل متساوي زي ما حضراتكم شايفين كده، بالكمية طبعا اللي احنا هنحتاجها. وهنوزعها في الحلة بتاعتنا بالشكل ده، وهقول لكم ليه دلوقتي. هنضيف المية السخنة بتاعتنا على الحلة كده، سواء الممبار العادي أو البوبس. يعني عملناها بطريقة معكوسة شوية، بدل ما لسه نحط واحدة واحدة على النار ونبهدل نفسنا، احنا ضفنا المية السخنة عليها وكشكش كده صغير صغير جنب بعضه، وهنحطه على النار 20 دقيقة. وطبعا زي ما اتفقنا مع المتابعة،
احنا هنا هنسوي الرز بس. اول ما الرز يستوي هنرفع الممبار من على النار. يعني انا عايزة اسوي رز، مش هسوي الممبار. هنفك بقى الخيط واحدة واحدة من الممبار البوبس بعد ما اتعمل، او هنقطعه كده. وهنعمل بقى دلوقتي اقوى خلطة جبارة لتحمير الممبار بتاعنا. الخلطة دي بتكون رهيبة، وبتخلي الجلد بتاع الممبار من بره متطعم بالبهارات بتاعتنا، وطعمه بيبقى حلو قوي. هنعصر نص ليمونة، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسمر، ورشة بسيطة خالص من الكمون، ومعلقتين لبن كبار. يعني الكمية اللي قدام حضراتكم دي هتاخد حوالي ربع كوباية من اللبن. هنقلب بقى هنا بالشكل ده علشان نوزع الخليط بتاعنا على الممبار كله. شوية زيت على النار وعليهم مكعب زبدة صغير يدينا بس طعم، وهنبتدي نحمر الممبار بتاعنا. وده هيكون ألذ وأطعم ممبار ممكن تجربه. تابعونا على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم، وبألف هنا وشفا.